بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معي رسالة من أحد الأخوات، هي مدرسة بدنا نتعلم منها كلنا، بدنا نتعلم من هذا الكلام كلنا. نعم، هذا كلام لأصحاب المنابر. والله إني أعجب إني أعجب لهم كيف إن البناء منهار ولا يزالوا يدرسون نفس الأسلوب ونفس الطريق. وفي واحد بيقول لي بحب دروسك، لكن لماذا المأخذ؟ لأنه كل يوم بتسمع منهم أشياء عجيبة يا أخي، كل يوم تسمع منهم أشياء عجيبة. يعني من كان في منصب معجب منصبه، لكن الأمة منهارة، لا يصلي لا يصلح شيء. والله يا أخي لو طبعت 1,000,000 كتاب ووزعتهم على الناس مجانا، ووضعت من المواعظ كل الأحاديث الصحيحة التي تحث على أمور، والله إن لم نتوب إلى الله توبة صادقة ونلزم الاستغفار توبة صادقة إلى الله، لن يفتح الله علينا بفهم ولا حرف مما في هذه الكتب، بل سيذيقنا الذل والهوان أكثر وأكثر. بكفي يا جماعة، بكفي، أقسم بالله بكفي. والله يا جماعة مساويين الأم شحادين، مساويين الأم شحادين أصحاب المنابر. نعم، كل يوم جمعة في يلا صدقات ولم صدقات. احنا لازم نفرق على الامم مال، الامم كلها تنطعميها ونسقيها. احنا لنا رب، لكن ربنا جل في علاه يعاقبنا على كثرة ذنوبنا. اما بكفيش يا اخي، بكفيش يعني تضلك تبرم هنا وهناك، بكفيش انك تعرف انك انت لست تحت البلاء. الا يكفي؟ الى متى؟ الى متى؟ والله لا أسمع ولا نصف درس لكلامهم، ولا نصف درس، ولا أريد أن أسمع لهم. والله لا، ما بيهمني كلامهم إطلاقا. أصحاب المنابر لا يؤثر بشيء، لأن الله لا يأذن لهم أن يؤثروا ولو بحرف واحد، هكذا، لأنه لا يعيش الحقيقة. نعم، هم لا يعيشوا الحقيقة. من تعلم العلم عشان يتفنن في إلقائه، يعني عشان يتفنن في إلقائه ويقول عالم. ونعم، وإذا علم العلم لا يسمح الله له أن يوصل الرسالة، ولا للمصلي أن يتقبل الرسالة. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإنما العلم عند الله، والله يوصل هذا العلم للأتقياء. ومن يتق الله يجعل له فرقانا. يا جماعة الخير، الأمر كله إنها الذنوب، إنها الذنوب التي عاقب الله فيها نبي الله يونس. ذنب أصابه فعاقبه. إحنا كل يوم نقترف 1000 ذنب و100,000 ذنب، لكن نحن لا نرجو لله وقار، لا بالصغيرة ولا بالكبيرة، وما عاملين حساب إنه في حتى إله، لكنك هكذا منصلي. الموضوع مش تزيد في عباداتك يا أخي، هذا الذي كنا نفعله في الماضي. مش الموضوع انك تزيد في العبادة. انا بصلي، صرت اصوم اثنين وخميس، وبدأت اقرأ جزئين، واقرأ سورة ياسين والواقعة والنور، واقرأ البقرة، واقرأ شو بدك تقرأ يا اخي. الموضوع انك انت تنتهي عن ما حرم، ما نهاك الله عنه، مش تفعل شو بدك انت. أنا لا أريد أن أطيل الدرس وأتي لك. هذا الحديث تذكروا جيدا: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يأتي ملك فينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات: شقي أم سعيد، رزقه وأجله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، خلينا نبدأ
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لا صلى ولا صام ولا حج وكان مخرب الدنيا. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينها وبينها ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا صلى ولا صام ولا حج، لكنه تاب اليوم وأقبل على الله مصدقا وتوفاه الله، دخل الجنة بالنية هذه التي تاب. وإن أحدكم، إحنا كلنا بحديث المفلس، إحنا هنا، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، يلا صلي وصوم واقرأ قرآن وزكي واعمل كل شيء. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينها وبينها ذراع، صارت الجنة على متناول اليد، صارت الجنة قاب قوسين أو أدنى، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الذي سب وشتم واكل الحقوق بحديث المفلس، هذه يا رسول الله أنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانه بلسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. هذا الذي إذا خل في محارم الله انتهكها، صلى وصام وحج يعمل لكنه لا ينتهي. والله أعجب لأصحاب المنابر، والله أنا حملي كله عليهن، هن اللي علموا الناس. نعم، إلا بده يأخذ على عاتقه أنه يتعلم، عليه أن يعيش الآية، والحكمة ضالة المؤمن، فعليه أن يغير. إذا أنا بدي أخذ شهادة وأتعلم العلم الذي يؤهلني أن أكون مدرس في مدرسة، وكل سنة الطلاب عندي ساقطين، وكل سنة ساقطين، مين العيب؟ العيب مين؟ بالطالب؟ ولا أنت ما جلستش مع الطالب تفهموا المواد؟ بسقط 2، بسقط 10، بسقطوا 40، كلهم بسقطوا. أمي في ذيل الأمم، ليه؟ أي بلاء! ما تركنا ذنب إلا اقترفنا، زنا، غناء، طرب، ربا، قطيعة أرحام، ما فيش. يلا اطبع كتب وانشر كتب، اطبع كتب واحرق مصاري، احرق مصاري على ايش؟ على ايش؟ ملان الكتب، جوجل ملان، جوجل ملان كل المعلومات. انت مش رايح تفيدني بإشي، لأنه كل معلوماتك موجودة في جوجل. جدد لي، ممكن تجدد لي يا أخي الكريم، ممكن تجدد لي هذه الأمة. نعم، أنا سأجلد من يجلد الناس، وسأجلد بفضل الله، والفضل كله لله. نعم، من هو؟ كلكم راعي وكل راع مسؤول عن رعيته، فالإمام راع. أيوة يا أخي، ما بنفع إن إحنا نضلنا نطبطب على الكتاف، لا والله. كل راعي وكل صاحب منبر بعده على فكره القديم، ولا ينظر هيك، ولا في معاش يعني راتب، وباخذ الراتب وبلقي لخطبة الجمعة وبذهب، ويلا بنمزح مع هذا بنلعب مع هذاك، وإلي أصحاب وإلي أصدقاء، ومكانتي الاجتماعية ما شاء الله عليها، وخلص. إلى متى هذه المداهنات؟ إلى متى الجلد تجلد؟ الكلام يطول. لن يهدي لا شيخ ولا غير شيخ إذا لم يلزم الاستغفار. إذا سيدنا يونس غلط غلطة لازم الاستغفار. فمن أنت؟ خلينا نسمع. بدك تلزم الاستغفار، عملت ولا ما عملتش بدك تلزم الاستغفار، مجبور تلزم الاستغفار. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستغفر، أنت مين ولا أنا مين؟ أنا لا أزكي نفسي يا أخي، لكني فضل من الله عرفت ما هي الطامة الكبرى. وخليها أتعلمكم هاي الأخت بما قالت، لأنها سألتكم كثير ولم تجيبوا، سألتكم كثير ولم تجيبوا. ولا بده يزعل يروح يزعل. انتصر لدين الله ولا تنتصر للأشخاص أخي الكريم. الأمة في ذيل الأمم، فالعيب والعيب هو في من هم في مقدمة الأمة. نعم، هذا هو. هل اجتمعوا ولزموا الاستغفار على أساس أنه كما فعل ابن تيمية؟ كلياتهم بيعرفوا قصة ابن تيمية مع المسائل التي كانت تغلق عليه، كلياتهم. والله لتسألن كل واحد منهم لا يقول لك بعرف هذا القصة. قل له هل طبقتها؟ أقول لك لا، بس بقولها في المنبر. إذا كانت تشكل على ابن تيمية مسألة كان يستغفر الله 1000 مرة حتى يحله الله له،
وحتى وصل بابن تيمية يقول خير الدعاء هو الاستغفار، لأنه لما كان يا رب حل لي المسألة ما كانت تنحل، لكن لما كان يستغفر كانت تنحل. طيب أنت يا شيخ لزمت الاستغفار حتى يحل لك مشكلة، تعرف يبصرك الله في عيب هذه الأمة. لماذا الناس هيك؟ لماذا وضعنا هكذا؟ إذا أنا بدي أطبطب على واحد، إذا بدي أقيمه، إذا بدي أقيم مصدر رزقه، فيه غناء، فيه خلط، المكان الذي يعني هو فاتح محله كله خلط وعري وتكشف وأعراس وقيامة وقائمة، وبالآخر أنا بدي أطبطب؟ أنا بالآخر بدي أطبطب يعني؟ يا شيخ اتق الله، يا شيخ اتق الله. نعم لازم نعالج أسباب. أنا لا أريد أن أتكلم أكثر، ولكن الحال كل واحد بيعرف حاله، كل شيخ بيعرف حاله. إذا همه الأمة ويبحث بالليل والنهار ويتهجد إلى الله، يا رب لماذا أمتنا في هذا الحال، هو بيعرف حاله، كلامي لن يصيبه. لكن من بيلقي هالخطبة وبروع على البيت وبشوف المتابعين كم لايك عنده، هذا حسابه عسير عند الله. صدقني صدقني، من أراد الشهرة. ليش؟ لأنه الإنسان يا جماعة يا أخي أشياء بتقهر والله يا جماعة. كل صاحب منبر، كل واحد مسؤول. نعم انتصر لدين الله ولا تنتصر لنفسك ولا تنتصر الآن الأمور مشقلبة. ما تقول لي إحنا في بلاء، لا تقول لي إني أنا في بلاء. البلاء أنا لست نبي ولا ولي ولا شيء. ما في واحد منا مش ساقط، يا بربا يا بأفلام ساقطة بنات وأولاد، يا ساقطين في العري والتكشف، يا إن إحنا نناصر الغني على الفقير، يا إن إحنا ننبطح تحت المشاهير. إذا شفت لك مشهور بتصير أنت ملون، ببطل اسمك محمد ولا محمود، بتصير أنت زي المغرد. ليه؟ شو صار؟ رزقك عنده. نعم نحترم الناس، نعم نحب الناس طبعا كأمة محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، صحيح، لكن مش بنبطح تحت الأقدام أظن أنه رزقي تحت أقدامه. والله لا أعير اهتمام لأي شخص إلا احتراما، يعني العين بالعين والسن بالسن. نعم فقط من باب الاحترام، كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمرني الله جل في علاه. بنحبه كمسلم مش أكثر. المنصب لا يعني جميل إنك تنزل الناس منازلها، لكن مش تتملق الناس، ومش على الضلال، ومش على الظلم، ومش على الخزعبلات اللي ببيعها. وصاحب المنصب فليتق الله ولا الشيء، وما كل ما فوق التراب هو تراب. هذا الكلام بقوله عشان انت وانا نراقب الله، عشان انت وانا نراقب الله في تصرفاتنا، في كلامنا، في معاملتنا مع الناس. مش الغني من غني له والفقير الله لا يرده. نعم واصحاب المنابر بكفي شحدي، بكفي شحدي من الناس. دلوا الناس احنا بالاستغفار الله اغنانا، الله اغنانا بالاستغفار. الله غير احوالنا. 30-40 سنة من التيه في هذه الدنيا بسبب الذنوب، بالاستغفار الله غير، رزقنا من حيث لا نحتسب، وغير أحوالنا وأحوالنا ما شاء الله، وفتح علينا منابر نتكلم فيها. ونعم واتقوا الله والحمد لله رب العالمين. لا نزكي أنفسنا، مراقبين لله، شاكرين لأنعمه جل في علاه، ونعرف كل شيء هو من عند الله، ولن أحابي أحد، لا والله. وتقول ما تقول، وأمركم إلى الله. من كان يريد أن ينتصر فلينتصر لله، ولا ينتصر لنفسه ولا لشيخه. قلت لكم سورة البقرة إذا أخذت كما بينت لك، والله بعد مدة ستجد إن كل هذه التيارات خزعبلات لا قيمة لها كلياتها.
إن الدين عند الله الإسلام. نعم، نتفرق على ماذا؟ على ماذا تتفرق؟ هذا حديث قاله رسول الله لم نؤخذ فيه، هذا حديث منعنا فيه الله جل، خلصنا. على ماذا نتناحر؟ ولكأنه في فئة ما شاء الله، وكانوا في فئة صار الله ممكن لها. كليات كانوا موجودين ولنا 100 عام بعد الخلافة العثمانية ولا واحد مكن الله له شيء. والله جل في علاه يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم. أنا مؤمنين يا شيوخ، احنا كنا مؤمنين وانتم مؤمنين وانتم القادة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ألا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أين التمكين؟ ليش؟ لأنه الكلام كلياته كلام، ما في اشي تدل الناس عليه عشان ينتفعوا فيه أكثر من إنك تقول لهم تبصرهم في عيوب. أول اشي أنت إلزم الاستغفار، أنت بدك تلزم الاستغفار، هكذا تقر العبودية. لازم يكون عندك فوق 10-12 ألف استغفار يومي أقل. أبو هريرة أفضل مني ومنك، أبو هريرة أفضل مني ومنك، فلا تقارن نفسك برسول الله. فأبو هريرة كان عنده من الاستغفار 12 ألف استغفار يومي. وخير الدعاء الاستغفار، قال ابن تيمية، وإذا أشكلت عليهم مسألة ومن لزم الاستغفار. وباب الاستغفار فيه الرزق وفيه المال وفيه الولد وفيه المطر وفيه العز وفيه التمكين وفيه العلم وفيه كل شيء. لا أريد أن أطيل، بس مرات بتسمع يا جماعة كلام لا إله إلا الله. يا جماعة أنا بدي أوزع 1000 كتاب، على إيش؟ شو هاي الكتب بدها تسوي لي؟ ملاني كتب، هي جوجل بتعطيني الكتاب، هذا الكتاب تعطيني اياه، بتدفع حق مصاري، بحطه على جنب، مدفوع حقه فلوس، واحد عمل فيه فلوس، حطيناه على جنب وانا بطلع بالموبايل. ما بدي الكتاب، شو بدي؟ معلومة، بكبس على بتطلع المعلومة. نعم، ما في شيء اخاف عليه، ماني خرباني. بس لما الانسان بصير يعرف الله وبصير بينه وبين الله سر، بصير يخاف من كل حركة غلط يغلطها مع الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان لما بيتاجر بتجارة، اسمع مليح يا أخي، خذ الحمية، لا تأخذك الحمية في الناس، خذها بدينك الله، خليك داير بالك على الله وأوامر الله. لما الإنسان بيفتح تجارة وهي التجارة بتخرب وبتعاود تخرب وبتعاود تخسر ومش عمال تزبط، بتكمل فيها يا أخي. انت عمال تدل الناس على شو لا انت صلك في المنبر 40 سنة، ماذا فعل الناس من حولك؟ اذا انت دليت الناس، شفت الناس على خير وما شاء الله ماشيين، والناس عمال ما شاء الله امورهم ميسرة وبتحمد الله من قلبها مش من لسانها، جزاك الله خير، دل الناس، استمر. اما اذا انت شايف انك فقط بتخوفهم من النار، لا يا اخي، يا أخي الله عنده خزائن ملأة في هذه الدنيا. على زمن عمر بن عبد العزيز الناس صاروا الطعام على رؤوس الجبال، اللي على غير دين الإسلام زوجوا، وزعوا المال في كل مكان، ما كان في محتاج. فمش معناه احنا هنا في الدنيا لازم نعيش الفقر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أجيب شيء من جيبتي. من لازم الاستغفار، قريتها، إذا ما قريتهاش اقراها كمان مرة. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أمي تعذب بالليل والنهار، سلط الله عليها الأمراض والعدو يبطش بنا بأمر الله. أمرنا عند الله، الله اللي مسلطه يا أخي، الله الذي نزع المهابة من صدر هذا العدو منا لينكل فينا كما ينكل فينا السرطان والعياذ بالله. ومش فاهم؟ أي بلاء يا رجال، وانت بتشعر انك ما في على الأرض غيرك. أي بلاء وانت بتحبش اللي حواليك. أي بلاء. كيف بدها تقوم لي قايمي أنا وأنا بحبكاش؟ كيف بدها تقوم لي قايمي وأنا أخلاقي زفت؟ كنتم خير أمة أخرجت الناس. نكذب
ونسرق ونزني وباحيات وغيبة ونميمة وسب وشتم، هذه هي خير أمة أخرجت للناس. في بلاء. إلى متى؟ إلى متى هذا التضليل؟ إذا في على عينيك غشاوة امسح عينيك بالرحمن، الزم الاستغفار وتوب إلى الله وتوجه إلى الله بجوف الليل كما توجه الناس. توجه أنت إلى الله، قل يا رب بصرنا في قلوبنا شو حال هالأمة، ليش هيك صار بها؟ بتقول لي أرد حقوق؟ مش قادر، أنا إنسان مثلي مثلك، عندي شهوة، عندي شيطان يأمرني بالفحشاء، يأمرك بالفحشاء. في خارطة الطريق لكل عمل، في خارطة الطريق سورة البقرة لا تستطيعها البطلة، سورة البقرة التي ستعيدك إلى الفطرة السليمة، تقول لك هذا حلال وهذا حرام. ما هو أنت بتعرفش، ما أنت بتفكرها حسنات، لا اختموا كل القرآن، أنت هيك عندك اجمع حسنات، بقت اجمع حسنات، صح؟ الله يهدينا. يلا نسمع هذا تسجيل من أحد الأخوات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد على ما أنعم الله به عليك ولم تحتفظ به لنفسك ولكنك نشرته بين الناس. أنا اليوم بتكلم، لست أتكلم لأذكر ثمرة قد حصدتها من سورة البقرة أو من الاستغفار، لأنني أسير في هذا الطريق وأنا أعرج. أكون كاذبة إذا ذكرت أنني ملتزمة 100%، لكنني أحاول أمشي إلى الله وأنا أعرج، لا أريد أن أتوقف، أمشي وأنا أعرج، لكنني يعني استفدت أمور كثيرة، بس أكتر أمر وأكتر سؤال ظللت سنوات وأنا لا أعرف إجابته، وهو أن كل شيء يحدث لنا الرد مباشرة أنه ابتلاء، واصبر لأن الله إذا أحب عبد ابتلاه. فأظل أفكر كيف يبتليني الله وكيف يحبني وأنا مذنبة. ظللت هكذا سنوات أحاول أن أقنع نفسي في كل مصيبة تحدث لي أو كل مشكلة تحدث لي أن هذا ابتلاء، لكن يأبى عقلي أن يصدق هذا الكلام، غير مقتنعة تماما بهذا الكلام، إلى أن سمعتك وأجبت عن هذا السؤال الذي كنت أتحير فيه ولا أصدق الإجابات التي أسمعها، وهو أن ما يحدث لنا هو من ذنوبنا، فعلا ما نحن فيه هو من ذنوبنا، ولذلك يرفع الله عنا العقاب بالاستغفار. حضرتك يا أستاذ محمد حللت المعادلة التي ظللت سنوات لا أجد لها حل، أحاول هنا وهناك وأبحث هنا وهناك، وكل من يحدثني أن هذا ابتلاء. فأجبت على هذا السؤال، ثم بعد أن عرفت هذه الإجابة وارتاح قلبي ليها، بدأت يعني أسمع قصص قديمة سمعتها من قبل، لكنني اليوم أسمعها بشكل مختلف. فمثلا قصة سيدنا يونس، هل فكرنا ماذا فعل الله بسيدنا يونس حينما ترك قومه ورحل لأنه مل منهم أو
فقد الأمل فيهم، يعني وهذا لم يكن أمر من الله سبحانه وتعالى. فمجرد أن خرج وذهب مغاضبا ورحل، كتب الله عليه عقاب أن جعله في عدة ظلمات: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، ولم ينجيه إلا أنه بقي أيام وأيام وهو يتوب ويذكر الله بدعائه المعروف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأعتقد أن هذا الدعاء في معناه يعني هو التسليم التام والاستغفار التام لله سبحانه وتعالى. يعني هو يصف نفسه أنه هو ما فعل بنفسه، هو أنه هو ظلم نفسه، أنه هو ظالم، أنه هو أخطأ يعني. فاستجاب له ربه وأخرجه، فرجع وجد قومه قد تابوا جميعا. لم يصدق، يعني في الطريق حينما سمع القصص أن قومه قد تابوا لم يصدق. سيدنا يونس: كيف هذا؟ لقد تركتهم ورحلت لأنني ظللت سنوات أدعوهم إلى الله ولم يستجيبوا. فنبي ظل سنوات يدعو قومه ويتعبد إلى الله، وخطأ واحد فعله وعاقبه عليه الله. فكيف نحن بشر عاديين نذنب ليل نهار، فكل ما يحدث لنا ما هو إلا بسبب ذنوبنا، وحينما فهمنا جزاك الله عنا خيرا أصبحنا نسمع بشكل مختلف ونفهم بشكل مختلف. فجزاك الله عنا خيرا، وأسأل الله أن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يشفيني من عرجتي ووقوعي، وأن أذهب إليه هرولا. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله لي ولكم صلاح الحال، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويردنا إليه ردا جميلا، ويجعلنا رفقاء النبي في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. يقال إن سيدنا يونس لبث في بطن الحوت 40 يوما حتى لفظه الحوت، وهو يردد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذنب تعرف ترددها يا شيخ وتبقى معها مش 40 يوم. هذا نبي. كم تجرأنا على الله وأخذنا العبرة. إن دعاء الرسول عليه السلام قال: ما دعا امرئ مسلم في دعاء ذنون إلا استجاب الله له. كم إذا ذنون بقي 40 يوم وانت بدك تردده مرة حتى يستجيب الله لك، ثم تفقد الأمل في هذا الدين وتقول لا استجابة ولا شيء. إذا لم يكن عندك خارطة الطريق لأي حديث أو أي دعاء، لا تدل الناس خيرا، لا تدلهم والله، لأن سيفقدوا الأمل في دين الله. أفضل إنك ما تدلهنش والله، لأنه إذا دللتهم على شيء وأنت مش عامل فيه، أول إن شاء الله لن يوفقك في هذا الأمر. هذا ما وجدنا. نعم، يوما ما طلبوا مني تكلم عن الصلاة على رسول الله، قلت: بأي حق؟ الأحاديث معروفة، يعني حديث رسول الله مع أبي بن كعب: أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ما ليش حق إني أتكلم، أنا عشت الاستغفار، عشت سورة البقرة، عشت قيام الليل، عشت صلاة في تكبيرة الإحرام الأولى 40 يوم في تكبيرة الإحرام، عشت كل هذا 13 يعني مررت عليها هذه الأمور. فقلت ما ينبغي، لكني أخذت على نفسي وبدأت شمرت شهرين متتاليين بين الفجر والشروق، يوميا ما فترت بفضل الله. وتكشف لي، لكن الموضوع ليس موضوع أوراد ونعدد أوراد، يكفيك آية أن تعرف من خلالها الله. آية امسكها مليح،
مش سورة البقرة وسورة النور وسورة قاف وسورة وحافظ كتاب الله، جميل، منا نعمل كل هذا، بس أول شيء نتوب إلى الله. والله بحببنا بالذي خلقنا لأجله. الله رايح يحببنا بالذي خلقنا لأجله. كل يسر لما خلق له. لما منتوب بتلاقي حالك اهتديت إلى الوجهة التي يطمئن فيها قلبك وترى فيها الدين والأخلاق والمعاملة وكل شيء تريده. نعم، الاستغفار، الله لا يعذب مستغفر. بالاستغفار الله يمكن لهذه الأمة، بالاستغفار يرزقها وينجيها ويحميها ويرفعها ويشفيها ويؤيدها الله في الاستغفار. إذا كان نبي الله يستغفر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان ملازم للاستغفار. الرسول عليه السلام في مجلس، كل مجلس 100 مرة. أنت كم من مرة تستغفر؟ 3 في اليوم، يعني مريت على الاستغفار مر الكرام. أخي الكريم، كيف يفتح الله عليك إذا لا تستغفر؟ يا أخي أنت وأنا وكلنا إذا لا نستغفر لن يفتح الله علينا، سنبقى في تيه في هذه الدنيا. والله بعد الاستغفار اهتدينا، بعد الاستغفار اهتدينا إلى التجارة، تركناها والله برزقنا من حيث لا نحتسب، مش قاعدين. لكن الحمد لله رب العالمين، رزقي أفضل بمليون مرة مما كان. كنت أمول التجارة، اليوم أنا الحمد لله بدون تجارة وأنا رزقي وافر والحمد لله، وصحتي ما شاء الله وكلامي ما شاء الله، وأنا مش شاطر، أنتم كلكم أشطر مني. نعم، تنقلنا وغيرنا وبدلنا، لكن ما اهتدينا سبيل إلا بعد أن تركنا الذنوب وأقبلنا على الله. الذنوب إعمى في هذه الدنيا، حتى لو كان لك 500 عين ومركب كاميرات في كل منطقة، أنت إعمى. نعم، بدون الاستغفار. سورة البقرة فيها البصيرة، لكن أنا ما بدي أتكلم الآن على سورة البقرة. أنا بدنا نتعلم إنه الذنوب مش الموضوع انك تزيد عبادات، الموضوع انك تنتهي من الاوامر التي تنتهي من الذنوب. وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة. يلا كلنا بنصوم وبنصلي وبنحج واركض، والله لو انكشفت القبور لترى عجب من عقاب الله لهذه الامة. اكل الربا مات والقرض لن يسد. نعم، قاطع رحمه يموت ولا يتوب. ماكل الميراث يموت ولا يرد. الورثة أهم من أنه يتحاسب أمام الله. لا يرجو لله وقارا، لا نرجو، مش خايفين. طبطبوا لنا بسيد الاستغفار، أعطونا مخدرات. سيد الاستغفار، أي سيد الاستغفار؟ استغفار مش لإلك، مش للذي يسيء بالليل والنهار. سيد الاستغفار الذي تاب ويعرف الله، واليوم غلطة بيقول سيد الاستغفار. نعم، الله يهدينا، وإن شاء الله الله يبصرهم في عيوبهم، لأنهم معهم منابر يا إخوتي الكرام. والأمة أهم مني ومنك. هذه الأمة بدها رجال لا يخشون الله، ولا لا يخافون بالله لومة لائم، لا يخافون بالله لومة لائم. ما بهم من شو بتقول، بهم من إن الله يرضى ويضع إصبعهم على الجرح بعد أن عرفوا، مش لأنهم فقط جلد. إذا بدي أجلدك بعطيك الدواء، مش بجلدك وبقول لك توب من هذه الذنوب، أنا بعطيك كيف توب من الذنوب وكيف تخرج من هذه الدائرة. الإشي مش هوين. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله جل في علاه، نعم، أفحسب الناس يقول يعني الجنة سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. سلعة الله غالية، بدك تدفع ثمنها أخي الكريم. بدها الذين جاهدوا فينا، الذين سهروا ليالي، ونعم، والمستغفرين بالأسحار. نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مش نايمين ولا شيء وخلاص، وقول سيد الاستغفار وانت ببلاء. بكفي تظلك، بكفي طلاب الصف اللي عندك ساقطين وانت المعلم. فأولى انك تعيد حساباتك، وكل الأمة تعيد حساباتها. وانت إذا في بيتك أولادك ساقطين عيد حساباتك. ما تفكر، كل واحد عنده سقوط فليعيد حساباته مع ذنوبه ويراقب الله. كل مشاكلنا هي مع الله مش مع بعض. لما أنا بتوب إلى الله كل شيء سيستقيم من حولي، محيطي سيصبح ما شاء الله تبارك الله، لا يعذب الله مستغفر. عندما أنا
أنتبه إلى الله وأراقب الله وأترك ما أمرني أن أتركه وأتي بما أمرني أن أخذه، أبشر أخي الكريم، لا تلتفت للناس. نعم، وكل ما فوق التراب تراب، والله سيهديك إلى صراطه المستقيم. والذين جاهدوا فينا في ترك أهم شيء الذنوب لنهدينهم سبلنا. فمن أكبر القربات إلى الله ترك الذنوب. الله يبارك فيك، يرضى عليك، يسر أمرك، انقلوا هذا الكلام. نعم، لكل واحد عنده منبر وكلامه يسمعه الملايين، انقلوا هذا الكلام له، عسى أن يستفيق ولا يظن بنفسه أنه خير من سيدنا يونس. علينا أن نلزم، وليس خير من رسول الله الذي كان يلزم الاستغفار. فبالاستغفار يأتي العلم النافع الذي يعمل به المسلمون وينهضوا. بالاستغفار يأتي العلم النافع الذي فيه ترتقي الأمة. لكننا إحنا هذا العلم يرتقوا به غير المسلمين، أولادنا بتعلموا بروحوا يرتقوا بغير المسلمين في أوروبا وأمريكا، هكذا. شايف خيرنا لغيرنا، ليش؟ فيش تقوى. الله يبارك فيك ويرضى عليك. ولما إحنا منتوب بصير الخير يعم البلد نفسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.